بسم الله الرحمن الرحيم. الحلقة الثالثة من إبراهام عيسى الخنفشاري. عشان بس أوضح لك إيه اللي بيعمله إبراهام عيسى. هسألك سؤال: ينفع تشوف إبراهام عيسى ده طالع يتكلم في الطب مثلا ويقول لك أمراض الجهاز الهضمي وأمراض الركب وأمراض زي الدكاترة اللي بيجوا بيسألوهم في التلفزيون، زي الدكتور فرحات والدكتور والناس دي؟ ينفع؟ هتقول إيه ساعتها؟ تقول ده مجنون. طب ينفع تشوفه بيتكلم في الهندسه ويقول لك الكوبري ده غلط والمفروض مش عارف ايه والايه والتقسيم ايه والواجهات ايه والنظم والطراز المعماري ده مش عارف ايه ينفع يتكلم في العماره وفي الهندسه، في الطاقه النوويه؟ ينفع يتكلم في الفيزياء؟ يقول لك لا، يجب مصر ما تعملش مفاعلات نوويه، ومصر ما تعمل او ما تعمل يعني. ينفع يكون لي راي في المفاعلات النوويه؟ طب ينفع يكون لي رأي في الكيمياء ومصانع البتروكيماويات ومش عارف ايه، والارخص نجيب الغاز ولا نجيب البترول ولا نعمل ايه، ولا نستخرج الكهرباء من الايه ولا؟ ينفع؟ طب ينفع يتكلم في الدين ويفتي للناس زي مبروك عطية ويقول لهم ايه الحلال وايه الحرام؟ ينفع؟ يعني ينفع يتكلم في الزراعة ويقول ايه المحاصيل اللي لازم ننتجها مصر وايه المحاصيل اللي ما ينفعش ننتجها؟ ينفع يتكلم في الري والصرف؟ يقول لازم نعمل مش عارف ترع ايه وقنوات ايه، او نروي بالري، نروي بالرش، او نروي بالتنقيط، او نروي مش عارف ايه، او نعمل ايه او ايه او ايه؟ ينفع يتكلم في اي موضوع متخصص في حاجه علميه؟ طبعا لا، دي نكته، ده المفروض يقبضوا عليه لو عمل كده. طب اشمعنى التاريخ بقى؟ اشمعنى التاريخ؟ هو التاريخ ده مش علم؟ التاريخ ده علم في كل جامعات العالم، في قسم اسمه قسم التاريخ. ده احيانا بيكون عده اقسام. في حاجه اسمها التاريخ الاوروبي، التاريخ الاسلامي، التاريخ الصيني، ده علم. التاريخ ده علم. ده علم وحاجات تانية. علم مضاف اليه ادب، لان المؤرخ بيكتب القصه باسلوب ادبي جميل، ومضاف اليه الفلسفه كمان، لانه بيدينا العبره من التاريخ. يبقى المؤرخ ده عالم واديب وفيلسوف. عشان كده نادرين جدا المؤرخين دول. احنا عندنا في مصر ما فيش في العصر الحديث الا غير الجبرتي والرافعي بس، ويمكن في اسماء ظهرت بس مش بالقوه دي يعني. يعني المؤرخين في تاريخ مصر ما يتعدوا على الصوابع. ليه؟ لان زي ما قلت لك التاريخ ده علم اولا، يضاف اليه ادب، لانه في صياغه القصه، لانها دراما. تاريخ دراما يعني قصص ناس بتتصارع، حروب افراد، حروب دول، حروب افكار، حروب. طيب خلاص، يبقى ده. وفلسفه، لانه بيقول العبره من التاريخ ايه، وممكن الدروس المستفاده ايه، وممكن نعمل ايه وما نعملش ايه. طيب اشمعنى بقى التاريخ الاسلامي اللي هو مباح كده عند ابراهام عيسى؟ نفسي افهم. هو مش متخصص، هو المفروض صحفي او اعلامي كمان. طب يعني ماشي، اعلامي. هو الاعلامي بيعمل ايه؟ تعال نبص الاعلاميين بيعملوا ايه. شوف مثلا حافظ الميرازي، شوف مثلا احمد منصور، شوف مثلا اي اعلامي محترم. سيبك من الخنفشاريه بتوع مصر، عمرو اديب والناس دي، سيبك من احمد موسى، دول خنفشاريين كلهم. لكن الاعلامي المحترم في القنوات المحترمه، زي الجزيره، زي العربيه، زي CNN، زي BBC، زي بيعمل ايه الاعلامي؟ الاعلامي مثلا افرض هيتعرض لنقطه معينه في التاريخ، حدث تاريخي، بيجيب المتخصص يساله، ولو ليه راي معين بيجيب واحد تاني صاحب راي تاني، ويسيبهم الاثنين قدام بعض يتكلموا الاثنين ده قصاد ده. زي مثلا لما بتيجي اي قضيه خاصه بالصراع الفلسطيني الاسرائيلي، بيجيبوا واحد اسرائيلي وبعدين يجيبوا واحد فلسطيني، والاثنين الاعلامي الشغل بتاعه انه يخلي ده يطلع كل وجهات نظره، ويخلي ده يطلع كل وجهات نظره. ده شغل الاعلامي. ما ينفعش الاعلامي هو بنفسه كده يطلع ايه، يقول مش عارف ايه وايه ويقول رايه. انت ما بقتش هنا اعلامي، ما بقتش اعلامي ولا بقيت صحفي. انت بقيت هنا منتحل صفه، مثلا لو بتتكلم في التاريخ ان انت مؤرخ. هل انت مؤرخ يا ابراهيم يا عيسى؟ لا، مش مؤرخ. انت لست مؤرخ. المؤرخين لازم على الاقل يكون خريج قسم التاريخ من كليه الاداب، ده على الاقل. يعني يعني يفضل طبعا يكون معاه دكتوراه.
لان دارس مناهج علميه ودارس يعمل ازاي يعمل ابحاث علميه و انت لا ده ولا ده ولا ده ولا ده. زائد ان هو حتى يعني منتحل صفه مؤرخ، ومنتحلها غلط كمان، يعني مش عارف يقوم بيها. ليه؟ لان المؤرخ، زي انا كلمتكم عن موضوع خالد بن الوليد وملك بن نويره. لو جبنا استاذ في كليه الاداب، هات كده استاذ من كليه الاداب في قسم التاريخ الاسلامي ويقول له القصه دي، الاستاذ دوت كراجل عالم اولا هيفصل نفسه عن القضيه. هو مش بيتكلم في حاجه عشان ياخد يطلع منها باستنتاجات سياسيه لا، هيقول لك الحادثه دي وردت في عند الطبري، وردت عند الطبراني، وردت عند ابن كثير، وردت عند المقريزي، وردت عند كذا وعند كذا وكذا، وفي اراء قالت كذا واراء قالت كذا واراء قالت كذا واراء قالت كذا. وفي واحد مثلا الراجل الشيعي ده اللي هو قال حكايه ان هو قتل الملك بن نويره ومش عارف ايه، ده اللي هو المؤرخ الشيعي الشاذ ده. المؤرخين الشيعة اللي هم يعني بيشتموا كل الصحابه. وابراهيم عيسى هو واخد السكه دي، سكه ايه؟ هجوم على كل الصحابه. يعني واخد من الشيعة الجانب ده، هل هو شيعي؟ الله اعلم. واخد من الشيعة الجانب، الشيعة بيعتبروا انه كل الصحابه كفار، الامه كلها كفار. الشيعة دول بيعتبروا ان الصحابه كلهم كفار، الامه كلها كفرت. ليه؟ عشان ما ولوش علي بن ابي طالب، فيبقى خلفوا امر الرسول يبقى كفار. فابو بكر كافر، وعمر بن الخطاب كافر، وعثمان كافر، كل وكل الصحابه، عبد الرحمن بن عوف كلهم كفار، وابو هريره وعائشه كافره. فطبعا ده هدم الاسلام، انت ما تعتبر كل صحابه الرسول كفار. طب امال كان الرسول مصاحبهم ليه؟ يبقى هو كافر زيهم. يبقى انت كده بتهدم الاسلام. هي الشيعه، التشيع ده هو حاجه تم اليهود اخترعوها عشان يهدموا بيها الاسلام. لان هي في النهايه التشيع بيقول ايه؟ بيقول ان مفيش في الاسلام حاجه ليها معنى الا الكلام اللي قاله علي بن ابي طالب والحسن والحسين بس. تقول له طب اي حاجه، لا لا ده الكفار دول مش يعني الاسلام هو علي بن ابي طالب وابنه بس. طب ما انت هدمت الاسلام كده. وبعدين يقول لك ايه؟ هو محمد صحيح عليه الصلاه والسلام كان نبي، لكن في حاجه اعلى من النبوه، في حاجه اسمها الامامه. الامامه، الامامه اعلى من النبوه. يبقى علي بن ابي طالب ده كان هو الامام، هو اعلى من النبي كمان. لا خرافات بقى، خرافات الشيعيه دي خرافات هدف منها هدم الاسلام. لذلك اهم حاجه عملها صلاح الدين لما جه يحرر القدس ايه؟ جمع الامه الاسلاميه السنيه، جمع الاتراك والاكراد والعرب في حلف واحد كده، واقصى كل ما هو شيعي، كل ما هو شيعي بقى، كل فاطميين، دروز، مش علويين، كل ما هو شيعي اقصاهم، لان دول لن يزيدوك الا خبالا. دول اصلا مع الاعداء اصلا. ما هو الفاطميين في المغرب كانوا ضد الدوله الاسلاميه الامويه اللي في اسبانيا، كانوا متحالفين مع القوط الصليبيين. فابراهيم عيسى بيمارس علم التاريخ بدون علم، لانه بيجيب حادثه معينه، لا قال لك ايه السند بتاعها، ولا ايه المؤرخ اللي قالها، ولا ايه الكتب الاخرى اللي قالت حاجه تانية. يعني هو لو عايز انت تقوم بشغل موضوعي، وده ده مش من حقك، انت مش مؤرخ، لكن هفترض يعني ان انت رحت خدت شهاده في التاريخ، اقوم جايب الحادثه واجيب الكتاب اللي جت فيه. اصل احنا ما شفناش الكلام ده، احنا مصادرنا الكتب. يبقى انت الحادثه انت شفتها؟ لا. جبتها منين؟ من كتاب. ايه الكتاب ده؟ ايه مصداقيه هذا الكتاب؟ اهو كتاب فلان. طيب الكتب الاخرى، الطبري قال ايه والطبراني قال ايه وابن كثير قال إيه؟ ليه انت صدقت ده الشيعي ده وكذبت بقيه المؤرخين؟ الامانه تقتضي انك تقول كل الاراء، وفي الاخر عايز تقول ايه؟ وانا اميل الى ده والباين. ليه؟ طب تميل الى ده ليه؟ ليه؟ اشمعنى؟ عشان هو شيعي مثلا؟ اقول عشان هو شيعي وانا شيعي، ماشي اوكي حقك. بس هل هو بيعمل كده؟ ابراهيم عيسى لا ما بيعملش كده. هو بيعمل الشغل بتاع ناصر حامد ابو زيد والسيد القمني ويعني الناس دي عندهم شغلانه كده بيعملوها، يدوروا في كتب المستشرقين المعاديين للتاريخ الاسلامي، بيطلعوا منه حاجات قمامات كده خلاص، ويعرضوها وكانها حقائق. يقول لك ما هي وردت في، طب يا ابني وردت من باب التاريخ، كتب التاريخ الاسلامي المؤرخين العظام الطبري والطبراني وابن كثير والناس دي من بيتعرض لحادثه بيقول كل الاراء اللي قيلت فيها. افهموا، افهموا، مش ده هو الراي الوحيد الصحيح، لا ده اراء قيلت منها اراء غلط ومنها اراء صح.
هو من باب الامانه العلميه بيقول كل الاراء مهما كانت شاذه.